واول لما الدنيا ليلت صحي موكلي على صوت حركات الافيال وراح يشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، وفهم وقتها ان في مشكله معاهم لانهم واقفين جنب حفره وكانوا بيعملوا اصوات وهم غضبانين. فرجع موكلي مره تاني للكهف وجاب الادوات والاحبال اللي هو عملها وراح لمكان الحفره، واكتشف وقتها ان في فيل صغير واقع جواها، ونجح ان هو يطلعه باستخدام الاحبال بتاعته وقدر ينقذ حياته. وكان بالو وباجيرا شايفين المشهد من بعيد وكانوا مبهورين جدا بموكلي وفخورين بيه. فطلب وقتها بالو من باجيرا ان هو يسيب موكلي ويخليه يختار المكان اللي يستريح فيه. فوضح باجيرا لبالو ان النمر شريخان اخطر كائن في الغابه، وان هو مركز مع موكلي ومش هيهدى ولا يرتاح ليه بال غير لما يقتله. فرد عليه بالو ان هو ممكن يقنع موكلي يرجع لقطيع الذئاب، وان اكيلا قائد القطيع هيقدر يحمي موكلي من النمر شريخان. فصدم باجيرا بالو وقال له ان اكيلا مات وهو مش عايز يقول حاجه لموكلي ويضايقه، وان السبب ده هيخليه يعند اكتر ويصمم ان هو ما يخرجش من الغابه. ففهم بالو هنا ان مفيش حلول تانية الا ان موكلي يرجع مره تاني للبشر، لانهم فعلا اللي هيقدروا يحموه من قوه شريخان. وفي اللحظه دي راح بالو لموكلي وقال له ان هما مش اصدقاء، وطلب منه ما يقعدش معاه تاني ولا يجيب لي عسل مره تاني، ولازم يمشي دلوقتي. وكان بيحاول بكل الطرق يضايق موكلي عشان يخليه يمشي. فنجحت خطته انه يضايقه، فمشي بسرعه موكلي وكان مصدوم ومش مصدق اللي بالو قاله ليه.